مرحبا بكم في قناة أسئلة نص الليل بالدارجة. معكم محمد القصباوي. في شهر ماي عام 2023 وزارة التربية الوطنية خرجت بمذكرة وزارية جديدة كتشير لتغيير في نظام المدارس الابتدائية بالمغرب. هذا الإصلاح التطويري بدأ بشكل تجريبي على 626 مدرسة ابتدائية في المغرب، وفي فبراير هذه السنة خرجوا بمذكرة جديدة كتقول بلي غادي يزيدوا يوسعوا ل 3000 مدرسة إضافية، والهدف هو يوصلوا حتى ل 2000 مدرسة بشكل كامل على حساب طريقة جديدة للتدريس حتى الموسم الدراسي 2027-2028. هذا الشيء علاش بديت كنسميه بالمدارس الرائدة اللي بزاف ديال الناس كيسمعوا عليها ولكن قلال اللي فاهمين بالضبط شنو واقع. الوزارة كتقول بلي هذا التغيير إصلاح عميق في التعليم، ولكن كنلقاو مخاوف بزاف من الناس اللي كيبغيو يعرفوا فعلا واش هاد المدارس الرائدة غادي تكون بداية نهضة في التعليم ولا نهاية التعليم العمومي اللي كل شيء كيعاني منه. وزارة التعليم فاش كتهضر على هذا المشروع كتركز على أن الغاية ديال المدارس الرائدة هي تطوير قدرات المتعلمين منذ الصغر، بحيث يتم تدريب الأطفال باش يتعلموا على مراحل بطريقة منتظمة وكيديروا تركيز على تقنيات عصرية في التعليم بحال تدريس في المستوى المناسب. المركز البحثي جبال خرج تقرير كثير من الحقائق حول التجارب السابقة للمدارس الرائدة في بلدان أخرى، وأوضح بلي تطبيق الفكرة على طريقة التعليم في المغرب راه ممكن يواجه تحديات من حيث الموارد البشرية والبنية التحتية، إلا أن المركز شدد على أهمية توجيه السياسات التعليمية نحو أهداف واضحة كتضمن استثمار طويل الأمد في التعليم الأولي. واحد القضية المثيرة هي أن المغرب استثمر بزاف في التعليم الأولي من بعد هذه الإصلاحات اللي كانت عندنا في الماضي، والوزارة غيرت حتى الاسم ديالها وولات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. كاين واحد التقرير اللي كيقول بلي الاستثمار في تعليم الأطفال منذ الصغر كيكون عنده فوائد كبيرة، بحيث ملي كتستثمر درهم واحد في طفل من الصغر غادي يعطي مردودية أكبر من ملي كتستثمر في واحد كبير وديجا بدا العمل. كيبقى السؤال، واش هذا الاستثمار فعلا غادي يحقق الأهداف المطلوبة؟ الأسباب الخارجية اللي كتأثر على التعليم ديال الطفل كتجي من التغذية والنظافة وغياب التوتر، بحيث من لازم يتفادى الآباء يجيبوا لأطفالهم مواد خطيرة بحال الرصاص اللي تأثر بشكل سلبي على القدرات العقلية. والتقرير تيقول أن بزاف ديال الأطفال المغرب كيعانيوا من مستويات عالية ديال هذه المواد السامة. وزارتنا عطات رد بلي هذه الإحصائيات مبالغ فيها، لكن كيخص تكون كاينة توعية كافية للوالدين حول هذه المسائل. التحدي هو كيفاش نضمنوا أنه كل طفل كيوصل للقدرات العقلية اللي تخليه يكون مواطن منتج وفعال في المجتمع، وشنو هي الطريقة المثلى باش يديروا الأطفال هذه المهارات ويكتسبوها من الصغر. وبطبيعة الحال المراحل المبكرة كتأثر في الأداء ديالهم مستقبلا في المجتمع. المنهاج اللي عندنا في المغرب كيشير إلى كل سنة دراسية شنو خاص الطفل يكون تعلم وعارف يدير. مثلا في المرحلة التحضيرية كيبغى من الطفل إلا سمع نص من بين 40 حتى 50 كلمة يفهم المضمون ديالو ويقدر ينتج جمل بسيطة فيها 20 كلمة كحد أدنى. كيعتبروا باللي الطفل في هذه المرحلة خاصه يكون قادر على التواصل وفهم الرسائل البسيطة. ولكن المشكل هو واش هذا النظام كيناسب جميع الأطفال؟ واش كل شيء قادر يتبع هذا الإيقاع؟ كاينين اختلافات بين الأطفال في مستوى الذكاء وقدرات التعلم، وهذا الشيء كيعني أنه ماشي بالضرورة غادي يقدروا كاملين يتعلموا بنفس الطريقة والسرعة. هنا كيبان سؤال مهم، واش المدارس الرائدة غادي تحقق هذه الأهداف ولا غادي تزيد تعمق الفوارق بين الأطفال؟ هذا النظام كيركز بزاف على توحيد المنهاج وتقنين العملية التعليمية، ولكن واش فعلا كيناسب جميع الأطفال، خصوصا في المناطق اللي ما فيهاش بنية تحتية متقدمة بحال اللي كاينة في المناطق الحضرية؟ وهذا الشيء اللي خلى العديد من الآباء والمختصين في الميدان يسولوا واش غادي نلقاو فعلا نتائج ملموسة من هذا النظام الجديد ولا غادي يبقى غير حبر على ورق. السؤال راه كبير ومعقد، وخاصنا نستناو شنو غادي توري لنا التجارب الحقيقية في الميدان. الوزارة كتشير باللي الهدف من هذه المدارس الرائدة هو خلق بيئة تعليمية حديثة وتقديم محتوى متطور كيتناسب مع قدرات الأطفال وكيشجعهم على الابتكار والتعلم بطريقة حرة.
ولكن على الأرض كاينين تحديات كبيرة بحال البنية التحتية، مستوى تكوين ديال الأساتذة والدعم النفسي للأطفال. وهذا الشيء كيخلي تطبيق هذه الفكرة بشكل فعال شوية صعيب. بحال الدول المتقدمة اللي دايرين هذا النظام، خاص تكون عندك أساتذة مكونين مزيان ومؤهلين يتعاملوا مع الأطفال باش يوصلوا لهم المحتوى بشكل فعال وسهل. وهنا كنلقاو تحديات اللي كتحط المغرب أمام تساؤل كبير حول مستقبل هذا النظام. بغينا ولا كرهنا، التعليم راه هو الأساس لأي تطور أو تغيير في المجتمع، وبدون تعليم قوي ومتين ما غاديش نكونوا قادرين نحققوا نهضة حقيقية. المدارس الرائدة كتمثل حلم كيشجع على الأمل، ولكن الواقع اللي كنعيشوه اليوم كيبين لنا باللي الطريق مازال طويلة، والمجهودات اللي خاص دير هاد الدولة راه كثيرة متعددة. بلا شك كاينين مبادرات إيجابية وبدايات كتشجع، ولكن واش غادي نقدروا نوصلوا لهدف ديالنا في عام 2027 ونكونوا فعلا قد استطعنا نحولوا التعليم في المغرب؟ هذا السؤال غادي يبقى مطروح وغادي يبان الجواب عليه مع مرور السنوات ومع التجارب اللي غادي يتم تطبيقها. واحد المسألة اللي خاصنا ما نساوهاش هي دور الآباء والمجتمع في هذه المنظومة ديال التعليم. الآباء عندهم مسؤولية كبيرة أنهم يتابعوا ولادهم ويساعدوهم في التعلم، وخصوصا في هذا النظام الجديد اللي كيبغي من الطفل يكون مستقل ويعتمد على نفسه في بزاف ديال الأمور. خاص الآباء يكونوا عارفين شنو كيديروا ولادهم في المدرسة ويدعموهم في الدار باش يسدوا الثغرات اللي ممكن تكون في التعليم. ولكن ما يمكنش نطلبوا من الآباء أنهم يديروا هذا الدور إلا ما كانوش فعلا مكونين ومؤهلين لهذا الشيء. وهذا الشيء كيطلب برامج توعية وتكوينات موجهة للآباء باش يكونوا في المستوى اللي يسمح لهم يتبعوا أولادهم ويعاونوهم بشكل فعال. من ناحية أخرى خاصنا نكونوا واعيين باللي المجتمعات اللي كتعتبر التعليم حاجة ثانوية ما غاديش توصل لنتائج إيجابية. التعليم راه هو السلاح ديال التطور والابتكار، وبلاد اللي ما كتعتنيش بتعليمها راه غادي تبقى دائما متخلفة مقارنة مع البلدان الأخرى. إذن خاصنا كمغاربة نفهموا أهمية هذا المشروع، نحاولوا نكونوا يد واحدة باش نرفعوا من مستوى التعليم في بلادنا. كنآمنوا باللي هذه المدارس الرائدة غادي تكون بداية جيدة، ولكن خاص المجتمع كامل يشارك فيها ماشي غير الدولة. المدارس الرائدة هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ولكن ما غاديش تكون الحل السحري لكل مشاكل التعليم اللي كيعاني منها المغرب. خاصنا نكونوا واقعيين ونفهموا باللي الطريق طويلة والتغيير ما كيجيش بين ليلة ونهار. خاصنا نديروا مجهودات كبيرة ونستثمروا في البنية التحتية، تكوين الأساتذة وتحسين المناهج التعليمية باش نوصلوا لنتائج ملموسة. هذا الشيء كيطلب تضافر الجهود من جميع الدولة، المجتمع وحتى الأفراد. بلا شك غادي تواجهنا تحديات، ولكن مع الإرادة والرؤية الواضحة نقدروا نوصلوا لأهدافنا ونحسنوا من وضعية التعليم في بلادنا. في الختام خاصنا نشوفوا هذه المدارس الرائدة كفرصة للتغيير وكبداية جديدة، ولكن باش ننجحوا خاصنا نخدموا بجدية ونتجاوز الأخطاء اللي درناها في الماضي. التعليم راه مستقبل ديال بلادنا، وبدونه ما غاديش نقدروا نبنيو مجتمع قوي ومتقدم. كاين أمل كبير، ولكن الأمل وحده ما يكفي، خاص العمل الجاد والتفاني. على أمل أن هذه المدارس الرائدة تكون بالفعل نقطة تحول نحو تعليم أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة في المغرب. إذن في هاد الشهرين الأولين كيبدأ الأستاذ مع التلاميذ بتصحيح المشاكل المعارف الأساسية. مثلا ينشئوا مجموعات حسب المستوى ديال كل تلميذ، بحيث إذا كان شي تلميذ ما كيعرفش الأرقام ولا الحساب كيبداو يشتغلوا معاه باش يتعلم يحسب من 1 حتى 3، وهكذا كيبنيو قدرات التلاميذ التدريجية. كيتبعوا كل درس بتقييم بسيط كيبين واش التلاميذ قدروا يكتسبوا هذه المعرفة الجديدة، وكيكون الهدف هو وصول القسم لمستوى معين، مثلا بنسبة 80% قبل ما يكملوا ويبدوا مواد جديدة. من بعد الشهرين الأولين كيديروا رئيس جديد باش يعرفوا واش التلاميذ وصلوا للمستوى المطلوب. التلاميذ اللي واصلين للمستوى كيكملوا عادي مع بداية السنة الدراسية، وأما اللي ما وصلوش كيعطيوهم حصص دعم خاصة في المدرسة العمومية نفسها. كل مدرسة كتنظم وقت ديال الدروس الخصوصية وفق التوقيت اللي كيناسبها، سواء في العشية أو يوم السبت.
وهاد الدروس كتكون فقط للتلاميذ اللي مازالوا ما وصلوش للمستوى المطلوب وكيبقاو يستافدوا منها حتى يكتسبوا المكتسبات المطلوبة طيلة العام الدراسي. النهج الجديد فالتعليم كيعتمد على فلسفة جديدة بعيدة على النظام التقليدي اللي كيستعمل النقاط باش يقيم الأداء ديال التلميذ. النظام الحالي مركز على الكفاءات بحيث كل درس كيكون فيه الكفاءات المطلوبة، وهذا الشيء كيمكن الأساتذة من تقييم كل كفاءة على حدة. كل درس فيه كفاءات محددة اللي خاص التلاميذ يوصلوا لها باش يتحكموا فيها، وكيستعملوا فقط 3 نقط لتقييم الكفاءة: متحكم، متحكم نسبيا، وغير متحكم. الطريقة التعليمية هذه كتسمى بالتعليم الصريح وكتعتمد على أساليب تفاعلية، حيث أن الأستاذ كيعرض نموذج أو مثال للتلاميذ، من بعد كيطلب منهم يطبقوا بصفة جماعية، ومن بعد كيدوزوا لممارسة مستقلة. هذا الأسلوب كيمكن للتلاميذ من اكتساب الكفاءات في واحد السياق تفاعلي وموج. المدارس الرائدة كتوفر على تجهيزات حديثة بما فيها حواسيب وداتا شو باوربوينت باش يسهل على الأساتذة تقديم الدروس بطرق حديثة وتفاعلية. المدارس الرائدة اللي وصلت حاليا لعدد ديال 626 مدرسة كتشتغل بشكل تطوعي، بمعنى أن المدرسة والأساتذة والمدير هما اللي كيبغيو يطبقوا هذا النظام الجديد وكيوقعوا على التزام. وزارة التربية الوطنية كتوفر لهم التمويل والتجهيزات اللازمة، بالإضافة للمواد التعليمية والبرامج والكتب الخاصة بالكفاءات. حسب تقرير عالمي صدر عن مركز جبال لتقييم السياسات العمومية في الدول العالمية، النظام التعليمي المغربي عن طريق المدارس الرائدة كيعطي نتائج مثيرة، بحيث لا كاين برنامج تعليمي في العالم عنده التأثير اللي حقه المدارس الرائدة. التلاميذ اللي كيقراو في المدارس الرائدة كتكون نتائجهم أفضل بنسبة 82 من نظرائهم في التعليم العادي، والأداء ديالهم في الامتحانات كيكون أحسن، خصوصا في المواد الفرنسية والرياضيات. نتائج كتعطي واحد الأمل في مستقبل التعليم المغربي، ولكن عندنا دايما تخوفات حول واش فعلا هذا الشيء غادي يستمر ويجيب النتائج المرجوة، خصوصا مع قلة التواصل اللي كتخلي أولياء الأمور كيديروا مظاهرات قدام المدارس وحايرين في المستقبل ديال والداتهم. كيبقى النجاح ديال هذه التجربة كيطلب تواصل أكبر باش نضمنوا التفاعل الإيجابي ما بين جميع الأطراف، المدرسة، الآباء والتلاميذ. بهذا الشكل هذه التجربة كتعد الأمل في واحد النهضة التعليمية الكبيرة في المغرب. السؤال اللي كنطرح عليك دابا، واش تظن أن هذا النظام الجديد غادي يقدر يحدث تغيير حقيقي في التعليم المغربي؟ نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحلقة، وما تنسوش تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم وتخليوا لنا آراءكم وتفاعلكم في التعليقات. إذا كنتوا أول مرة كتشوفونا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا أول بأول. نراكم في حلقة جديدة إن شاء الله، وتهلاو في راسكم.